السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. هاي انا اليوم وين جايبكم؟ حبيت ابلش الفلوق من هذا المنظر. احنا صاعدين باعلى قمه جبليه، تعالوا ننزل ونشوف. رفعت السايد بريك، خليت الجير على الان، النوب تخليه على البي على مود لا تاثر على الجير. انا بعد ما قومت الجير قديم. دعونا ننزل، جاي اكتشف لكم اماكن قبل ما ابلش بالتخييم. السيارة طبقتها هنا وانا راح اكمل هناك. المكان اللي وراي هاي القلعة كلش حلوة، وبعدين يراد لها جاية خاصة، ولو انا مصور لكم اياها بس هسه غيروها كلش. شنو هاي؟ خلنا ادير لكم الكاميرا. جيت اشوفكم هذا المنظر. هذاك النهر اللي يم بيتي. اسعار البيوت بهذا المكان تتراوح من 10,000 و 15,000 دولار فما فوق، بس بداخل هاي المدينه اللي تشوفوها هنا ممكن ب 20,000 25,000 فما فوق، لان اكو بيوت مرتبه وهنا كل شيء متوفر عندهم حتى لو صغيره. بس اذا بالقريه يم هناك حتى ب 100,000 دولار موجود. انواع البيوت، لان مو شرط بيت يكون بالقريه لازم يكون رخيص، لان اكو بيوت اصلا الناس صارفوا عليها هواي فلوس وتعبانين عليها. سيارتي اسميتها سريعه. اجيت اتسوق، اول شغله اشتريتها موز رقيه على قد فلوسي، وهاي طماطه والخيار، وهي شرب منه اشتري، وهذا المي. السكريات والخبز هذا ممنوع. كل شغله والاسعار مالتها قدامكم. هيك احسن على مود واحد يخلص. هاي بديش عمو، هذا بديش، هذا بديش، خلي الاسعار واخلص. كملت، هسه راح اروح انطلق. وصلت للقرية وتحديدا الى منزل ابو الصوف. هسه طبوا بالسيارة. واحد كاتب لي بذاك الفيديو، قرأت تعليقه طبعا بالفيسبوك، كاتب لي شنو هاي عيشتك الكثيفة. العصابة مالتي تريد تدخل الى المنزل. من بدا الصيف لحد الان البزازين ما يحب يدخلن بالبيت. الله، ريحة البخور شغلته ورحت. هذا البخور. اول ما ادخل البيت شغل التلفزيون، ظهرت هذه العلامة. اول ما رجعت البيت نظفت البيت وقطعت الدجاج وخليته بالطاوه، وشوفوا شلون صار. شوفوا ناشف ما بيه هواي دهن، انه الدجاج الذي لا يحترق. الخطوه الثانيه اسوي التمن وبعدها اسويها مقلوبه مرتبه، لان صديقي اللي ساكن وياي هسه هو بالجامعه وراح يجي هنا، فخطه لازم يكون الغداء جاهز، فمن راح يجي لازم يلقى الغداء جاهز. اكيد انت راح تشوف الفلوق هاي بس اول يوم يومين، بعدين القاك انت مكمل غداء. وهاي وجبة الغداء كملت. سهمكم العافية. يا صباح الخير، صباح النشاط والرياضيات. الأجواء تخبل وما الشغل، بس وين الشغل؟ اليوم أكمل القاعة الرياضية. خليكم وياي. قعدت من الصبح وقررت اليوم لازم اكمل القاعه الرياضيه، وراح اشوفكم شلون نشتغل بيها وخطوه خطوه. اخر مرحله وصلنا لها لما صبينا الارضيه بالاسمنت، بس وصلنا للنص لان خلصنا مواد وهسه المواد موجوده وراح نشتغل ونرتبها كلها. انت متعمد هيك تسوي كل فلوق مو؟ خلونا نشتغل. هذا هو شكل القاعه هسه.
تعال شوفوا. هذا قلت لكم وصلنا للنص، لان اخر شيء خلصنا المواد. هو هسه الحمد لله والشكر المواد متوفره، بس لازم نقتصد بيها. ترى همين بعد يمكن اذا اشتغلنا بهاي المواد بجوز نوصل بعد شويه ويلا نكملها همين. فراح تكمل القاعه السنه الجايه، فلازم اختصر بالمواد ونشتغل بالموجود وباسرع وقت، ولازم بهذا الفلوج ننجز القاعه الرياضيه. خليكم ويانا. هذني شو تسوي بيهن جايبهن هسه راح افهمكم. بس تعالوا انا احب شنو؟ احب الشرح مع الفعل، او مع الفعل هو الشرح. العدوى لا تلعب. الله عليك. شوفوا ايه هاي شنو هنا عندي المطبخ. تمام؟ طب نشرح يا ولو. السينك موجود هنا، فانا اللي قدامي كل ما ينترس السطل لازم اطلع واشمر السطل واخلص من المي. تمام؟ بس بعدين فكرت قلت لو سوينا من هنا فد مرزيب صغير بوري. فجت الفكره ليش ما نخلي المرزيب هنا واكو بلوعه هناك نقدر بس المي نستخدمه، مثل نغسل المواعين حتى الديك يأيد. خوش فكره. هاي المهمه لازم نخلصها قبل ما يجي الشتاء، لان اذا اجى الشتاء راح تصير نفس المعاناه، وهم تعذب بالسطل وجيب السطل خلص. فلازم اخلص واجهز 100%. حتى المجاري مال البيت اعتبرها يمكن تقريبا 90% خلصنا، ما عندنا شيء. فاليوم لازم ابلش بالقاعه الرياضيه، لان احس اكو شويه دهون عنيده بدات تنبني، فلازم ما نسمح لها. اول شغله راح اشتغلها الارضيه. من راح يساعدني؟ صديقي اللي قلت لكم وكتبوا اسمه او طلعوا له لقب، لان راح نشتري له قناع. راح يلقاه ورا هذا الفيديو. تمام؟ صدقوني راح يلقاه. انت جاهز؟ جاهز. حسنان انا مو قلت لك انت احكي بالفصحى. احكي بالفصحى احسن اذا تريد، يعني مثلا. تمام. خلي شخصيتك تطلع بس بالفصحى. تمام يا ابني. يا بني. يا بني هل انت جاهز؟ نعم. نعم الله ضلوعك. بمساعدة تامر شوف شغلت ما اريد استعدي. راح ابلش اول شيء بالارضيه هاي، راح افرش الحصو وادق زين. تمام؟ وبعدين راح اخلي عليه اسمنت وراح انجز باللي موجود. تابعوا. هاي الحنطة بس اشتريتها كل البطول ضاعت. اسويها خبز؟ شنو بالحصاد؟ اشتغلون لو بس تظل تباوعون. لا يسمعكم. انت بتضحكي على ايه؟ وهاي اول قونية. بهاي الطريقة راح اسوي القاع كلها، وبعدين ارش مي واحتمال صبة خفيفة. بعدها عوزت حصو، شغلت السيارة وانطلقت اروح اشتري وارجع بسرعة. لماذا تركتني في نص الطريق؟ لأنك لا تريد أن تصعد هنا. شكرا لكل الناس اللي جات تكتب تعليقات كلش حلوة وتدعم وتعطي نصائح كلش حلوة. يا أخي اكو ناس والله العظيم يكتب لك تعليق وأنا أتعلم من عندي صراحة. شكو بيها واحد ينصح، بس اكو ناس يا اخي ما يعطيك النصيحه حبا بيك او يريدك تتغير، هيك لا تحسه كره او هو يحس نفسه متعالي واحسن من عندك انه جاي يعطيك هاي النصيحه. لا انا هيك نصيحه ما اريد شكرا. ويجيك واحد انت ايش عندك عايش هاي العيشه الكثيفه؟ نعم عيشه كثيفه. اول شيء الحمد لله والشكر جيبه ما فارغ، وهذا الرجال لازم يكون ينجي.
شغله ثانيه، انا هسه بالمجتمع الاوكراني بديت انعرف وعندي صداقات وعلاقات كلش قويه، فيعني حتى شعور بالغربه ما عندي. تمام؟ ليش؟ لان اريد اشتغل صح، ومن اريد ارجع لعائلتي ارجع مرفوع الراس، ناس تفتخر بي. دائما اريد احكي على بلدي بصوره كلش حلوه وايجابيه، مثل ما هسه جاي احكي قدام الاوكران باللقاءات وقدام اصدقائي وهواي ناس جاي اعرفهم على بلدي. فانت شنو فايدتك للبلد اكثر من عندي؟ عرف نصير واسمع، سوف اغضب عليه. جهزنا الغراض. وصلنا، اشترينا الغراض وكل شيء جاهز. خلينا نرجع نكمل شغل. ليس بيدي حيلة ولا الحيلة بيدي. اليوم جبت لكم منصة 1x بيت. باختصار منصة 1x بيت اقوى منصة للربح عن طريق التوقعات. يعني اذا انت رياضي وشاهد كرة القدم ودائما تعرف انه ممكن هذا الفريق يفوز على هذا الفريق وبنتيجة مثل 1-0 2-0 ان شاء الله 10، وبعد ما تتوقع صح اكيد راح تربح. يعني باختصار منصة مختصة بالرياضة. شنو المطلوب؟ الطريقة سهلة، كل اللي عليك تستخدم البرومو كود اللي راح اخلي لك اياه بالوصف. تفتح الوصف وتدخل على الرابط وتسجل. اول ما راح تكمل اجراءات التسجيل راح تجيك $100 بونص كهدية، وطبعا هاي بعد اول ايداع. بعد احتق شو راح تعطيكم الطريقة، شنو اللي منتظرينه؟ تلقون الرابط بالوصف. هذين اللي جبتهن رامول وجوز همين احتاج للبخ. شوفون هاي الفتحة اللي وراي لازم اسدها هسه. خشبة 3 خشبات 4 طن 5 طن. اروح اجيب الدرج على مود اصعد ادق الخشب فوق. وين اخذك؟ وين اخليك؟ يمه توقعت والله. لا عليك، سوف اسقط من هنا. الى كل الذين ينتظرون سقوطي، لن اسقط. هاي البتيزي شغل درجة أولى تركي عربي. عم تصعد فوق وقلت لك حرق ومتخربج لا إراديا. شنو اللي راح أسوي هسه؟ أحاول أمسك هاي الصفحة وأنزل بسرعة. تمام؟ على مود شكل القاع يصير حلو. جوز ولوز. رحنا بالرزدين. بتضحك على ايه؟ كمل هيكل. هسه راح اخلي هاي الخشبة الكبيرة هنا على مود اسد هاي الجهة. واخيرا سديتها. شوفوا هسه شنو هو الخطة التالية. هسه الخطة على مود اصبها. هسه جا وقت الصب، راح اصبن. صارت الساعة 9:30 وانا وصديقي لحد الان بعدنا جاي نشتغل. لقيت اسم الصديق راح اسميه شرشبيل واجيب له قناع شرشبيل. موافق؟ لا. لا شو تريد؟ ماذا تريد ايها الاحمق؟
الذئب الغامض. خاف الذئب الحامض. انظروا الى الذئب الغامض كيف يخبط الخبطة في الليل. شوفوا وصلنا للنص، باكر الصبح تصير كلش حلوة. الخلفة مالتنا الذئب الغامض عوز مي، الخبطة مالت عاوية. وهي تطلب عنده مي. انه يضحك الذئب الغامض. انت جاي تذب المي بالخبطة؟ لا لو جاي تشرب. خبرتني. السطر رقم 150. وين كنت جاي تشرب مي؟ ابشركم الذئب الغامض قلت له روح خلي رمل. خال شوفوا ابيض شنو هو؟ جص. عاشت ايدك ايها الذئب الاثول. هم راح اروح اجيب مي بس مع الخطه مالتي. هم راح اروح اجيب مي. اقول لك انت جاي توزع للجيران؟ والله موتني. لو مشتغل مثل قبل وحدك همين كملت من زمان. قررت بنفسي اخلي مي. هذا مدة اتاكد هذا وين يودي المي. موتني. بقيت بس هاي البطة راح نعطيهم الطوبة ورقدهم. بس بس بس. يريد يلعب ويا بطوط. انا اللي هنا واقول لكم الشغل هسه خلص، لازم اروح انام، اسبح واروح انام واشوفكم باكر الصبح. راح نصبغ القاعه ونرتب بها هواي شغلات. تصبحون على خير وان شاء الله يكون يومكم اجمل. العصافير هجمن على الشجرة ووقعن كل العرموط. مو دجاجة لا بوبو. السيارة جاهزة؟ راح اروح اوصل ولد صديقي للجامعة وبعدين ارجع انا. لا ما راح ارجع، لازم اروح ازين. شوفوا عندي هاي من هنا الطوارف لازم اوخرها. شوفوا لازم ازين الطوارف واوخرهن تمام، واخفف من شعري واحدد اللحية وخلاص. خليت السيارة بالجراج ورايح للحلاق. راح اقول لها قرطفيني بكتها قالوا له الحلاقه. راح اقول له زيني زيان، ما مزينه احد ولا راح يزينه واحد ولا انت تعرف الزينه اصلا. قالت بعد ساعه راح اروح اشرب قهوه. الا اودي شعب يعرف شلون يختار سيارته. جيت اشتري بخور للبيت، شوف انواع البخورات موجوده عندهم. ما عرفت انتظر ساعه راح يتم غير حلاق، وهذا الحلاق شغله كلش حلو، هو محترف بالمناسبه. صح هو ما عنده شعر بس محترف، لا يغيركم الشكل. المهم جاب لي هاي ووخر لي كل الشعر وخلصت الحلاقه مالتي، وبعدها ما قصر جاب لي هذا المبيد مال حشرات، رشانه رشه زينه. والله خوش يشتغل هاي اول مره طبعا اجرب يم الولد. انه بخلاني سبتاج ما ادري ريتاج. المهم كملت الحلاقه وانا كنت سعيد وهو سعيد، وبعدين اتفقنا ماكو فلوس اللي راح اسوي لهم اعلان على التيك توك، وربك يرزق من يشاء. شوف هاي الاطفال ياخذوهم هنا يفروهم بالمدينه ويعرفوهم على المدينه اكثر. قد حلوه. هسه رجعت للقريه بعد تقريبا 3 دقائق واكون بالبيت. اسوي لي شيء اكله ارتاح، بعدها اروح اكمل القاعه مالتنا. شوف المنظر ايش قد حلو.
سواس للشغل. صار الدنيا العصر، تعالوا خلينا نشتغل. شوفوا البارحة صبينا مثل ما جاي تشوفون، كملنا. طبعا الصب درجة أولى. وين 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 وين. مو مشكلة لأن أنا أصلا راح أخلي عليها شايفين هذا التارتان الأخضر وافرشها وخلاص ما عندي شيء. راح أنظف على مود أصبغ. هذا بطوط خطية بقى واحدة، لازم نجيب له بطة. الحمد لله والشكر. صدق احلى شيء واطيب شيء بالدنيا كلها المي، بس شلون اطيب شيء ما بيطعم. سويت اضاءة على مود اشتغل بالليل. جريت السيارة من هناك، جبته من هوني، وصلت اللي جاي، عبرت بصف السيارة واخذته هناك. شوفوا وهاي الصبة تقريبا كملت. طب ياخذ كورس يمي بسرعة أفضل. كورس الغذاء بيعطي يا سيك. كسر الخواطر. جا وقت الصبغ، انا جاهز وراح اشوفكم الحياة شلون يصير. بس هو من ينفتح هذا؟ هذا يا لون اصفر جاي اصبغ. شوفوها هناك كملت، صارت كلش حلوه. بعد ما كملنا التنظيف وصبغنا القاعه صارت حلوه كلش. شو رايكم هسه؟ طبعا هاي بعد هواي اكو شغلات يحتاج لنا واحتاج لهواي الات مال تمارين، فاكيد راح اصنعها بنفسي او راح اشتريها من الانترنت، او اكو غراض مستعمله تكون ارخص. هذا اول شفت ينزل بالقاعه، حكي بيناتهم ما رده يطلع. جاي يفكر اسمي القاعه مالتي اسم، بس شنو هذا الاسم يا ترى؟ صارت عندي قاعه رياضيه صغيره بسيطه، وراح تشوفون بعدين مرور الايام شو راح ارتبها وشو راح اشتري الادوات وش راح يصير وياي هنا بالقاعه. صراحه الواهز فول. من هسه صعد عندي هرمون التستوستيرون. خلونا نروح اجيب باقي الغراض. يا هلا والله، يوم جديد واليوم الاجواء كلش حلوه. صدق اليوم دافيه، لا هي حاره ولا هي بارده. تعالوا خلينا نشوفكم القاعه شلون صارت. بعد بها شغل بس احسن من قبل بهواي. واو شنو القاعه المن تابعه. شو رايكم هسه بالترتيب؟ ذكروا شكلها شلون كان. لقسم القاعه وهناك راح اخلي غراض مال الشغل مال اصنع ابو الصوف. يعني هسه شوف هذا راح يصير ميز وهناك الغراض الادوات مالتي. هذا رقم على الواتساب بس للناس الجادين، رحمه على والديكم. اكو ناس ما طالعين جواز ويقعد يسولف وياي ساعه على الوضعيه والسفر والامور، انت جاي تاخذ وقت زين. اكو غيرك شباب والله العظيم بس يردونا راسلهم خطيه منتظرين صار هواي. فهذا يعني المقصد من كلامي، من تكون جاهز انا اكون جاهز وياك وتدل. تمام. بالنسبه للدعوات البيوت كالاتي: دز لي الميزانيه اللي انت تريد تشتري بيها البيت مالتك وادز لك على قد الميزانيه البيوت اللي موجوده. تمام. واول ما تختار الصور مال البيت اللي تريده خابر لك على البيت واروح اتفق لك اياه ونناقش الموضوع وياه وقت راح ناخذه. لهنا واقول لكم مع السلامه واشوفكم بالفلوق الجاي. باي باي.